شهر رمضان مليان بالعادات والتقاليد اللي اتربينا عليها ونحبها. في عادة احنا اتربينا عليها لكن يمكن عمرنا ما فكرنا بدأت ازاي وايه اصلها. مدفع الافطار، الصوت اللي كلنا بنستناه مع اذان المغرب واللي بيعلن لحظة الفرح بعد يوم طويل من الصيام. والسؤال هنا، ايه القصة اللي ورا مدفع الافطار وازاي بدأ؟ وهل ده كان بقرار رسمي ولا كان مجرد صدفة؟ وازاي بقى من اشهر تقاليد رمضان اللي مكملة معانا لحد النهاردة؟ أشهر رواية بتقول إن الموضوع كله بدأ خلال القرن ال19، وإن الجيش المصري وقتها كان بيختبر مدفع جديد، وده كان بالصدفة في وقت أذان المغرب، وفجأة بيدوي صوت المدفع في سماء القاهرة. الناس سمعته واعتقدوا إن ده إعلان عن موعد الإفطار. الرواية بتقول إن بعدها الأعيان والعلماء وأئمة المساجد راحوا للوالي عشان يشكروه على الفكرة دي، ويقولوا إنها ساعدتهم يعرفوا وقت الإفطار بدقة. وهنا بتظهر شخصية تانية في القصة، وهي الحاجة فاطمة. والحاجة فاطمة دي كانت زوجة الوالي، واللي لما عرفت ان الناس حبت الفكرة طلبت ان يتم اطلاقه كل يوم في موعد الافطار. وده اللي خلى ناس كتير يسموه مدفع الحاجة فاطمة، والاسم ده اللي استمر معانا لحد النهاردة. في روايات تانية بتقول ان قصة المدفع بدأت من قبل كده، ولكن دي القصة الأشهر. فضل المدفع يعمل بالذخيرة الحية لحد عام 1859، ولكن مع امتداد وتوسع العمران حوالين القلعة بدأ المدفع بعدها يشتغل بطلقات في شنك. المدفع اتنقل من القلعة لنقطة الإطفاء في الدراسة، واتنقل بعدها مرة تالتة لمدينة البوز. ومع الوقت ومع التوسع العمراني بقى يستخدم 5 مدافع في أماكن مختلفة بالقاهرة عشان يسمعوا كل السكان. ومع ظهور الإذاعة والتلفزيون بدأ الاستغناء تدريجيا عن مدافع القاهرة، والاكتفاء بمدفع واحد بيتم سماع طلقاته من الإذاعة أو التلفزيون. وتوقف استخدام المدفع بشكل فعلي في بعض السنوات، إلا أنه في عام 1983 صدر قرار من وزير الداخلية بإعادة إطلاق المدفع مرة أخرى من فوق قلعة صلاح الدين بالقاهرة. بعدها بيتنقل المدفع لمكان فوق هضبة المقطم ومستقر فيه لحد النهاردة، وبيتم إطلاقه مرتين كل يوم، لحظة الفطار ولحظة الإمساك. دي هي القصة الأشهر اللي ورا مدفع الإفطار. يمكن مفيش وثائق رسمية بتأكد صحة الحكاية دي 100%، لكن اللي متأكدين منه إن المدفع بقى تقليد رسمي مش بس في مصر، لكن في دول عربية كتير زي سوريا والكويت والإمارات والسعودية. ودلوقتي مع التكنولوجيا المدفع بقى مجرد رمز، ومعظم دول العالم الإسلامي بتعتمد على الأذان والوسائل الرقمية. لكن في بعض الدول زي الإمارات والكويت ومصر لسه المدفع مكمل وبيطلق فعليا في رمضان كجزء من التراث والتقاليد اللي بنحبها. في النهاية سواء كانت القصة دي صدفة أو بدأت بقرار رسمي، فمدفع الإفطار بقى واحد من أجمل رموز رمضان اللي عاشت مع أجيال كتير. معرفش إذا كنت أنت سمعت القصة دي قبل كده ولا لأ. المهم، قبل ما ننهي الفيديو قول لي كده ايه رأيك في قصة مدفع الإفطار، ويا ترى هل انت سمعتها قبل كده ولا لا؟ ولو عندك رواية تانية انت تعرفها يا ريت تكتبها لنا في الكومنتس. وفي النهاية شكرا للمتابعة، وكل سنة وكلكم طيبين وبخير، ورمضان كريم.